بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سادة المتابعين، أهلا وسهلا بالجميع. كلما تقدمت المباريات والجولات في تصفيات كأس العالم المنطقة الإفريقية، كلما ازداد التنافس والإثارة والتشويق حول معرفة المنتخبات التسع التي ستمثل القارة الإفريقية في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. مخلفات الجولة السابعة لم تحمل في طياتها العديد من المفاجآت، وكانت جل نتائجها منطقية إلى حد بعيد، باستثناء ربما بعض النتائج كتعادل غانا في تشاد في الدقائق الأخيرة، حيث اكتفت بالتعادل هدف مقابل هدف وفقدت نقطتان وبالمناسبة تشاد سجلت أول نقطة لها. أيضا سجلنا الهزيمة الغير متوقعة والغير منتظرة لناميبيا في ملعبها ضد ملاوي في المجموعة الثامنة بهدف لهدفان. وأيضا سجلنا أيضا ربما الهزيمة الكبيرة، حتى ولو كانت الهزيمة منتظرة لكن بنتيجة كبيرة، لمنتخب الموزمبيق في أوغندا أمام أوغندا ب4-0. باقي النتائج كانت منتظرة ومتوقعة إلى حد ما، لكن الأمور ستتضح أكثر وأكثر بمباريات الجولة الثامنة، ونستطيع أن نسمي هذه الجولة أنها هي الجولة الحاسمة أو جولة الفصل. لماذا؟ لأن الجولة الثامنة وببساطة مبرمجة فيها مباريات التي ستجمع بين منتخبات المستوى الأول عند إجراء عملية القرعة، أي رؤساء المجموعات، والمنتخبات التي كانت موضوعة في المستوى الثاني، مثلا مجموعة الجزائر في المستوى الأول وغينيا في المستوى الثاني، مجموعة مصر مثلا، مصر المستوى الأول وبوركينا فاسو المستوى الثاني. هذه هي المنتخبات بين المستوى الأول والمستوى الثاني، ستلعب بينها هذا الاثنين والثلاثاء مباريات ستكون محددة بنسبة كبيرة للمنتخبات المتأهلة. حتى ولم تفرز المنتخبات المتأهلة فإنها ستعطي رؤية أكثر وضوحا حول بقية المباراتين التاسعة والعاشرة. أيضا هناك كما قلنا مباريات قوية في هذه الجولة الثامنة. إذا تعالوا معنا لنتابع معكم برنامج مباريات الجولة الثامنة من الأولى حتى التاسعة، من المجموعة الأولى إلى التاسعة. في المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب المصري ب19 نقطة بعد فوزه بركلتي جزاء صلاح ومرموش على منتخب إثيوبيا، وهو متبوع بمنتخب بوركينا فاسو ب14 نقطة. بوركينا فاسو الفائزة في الجولة الماضية على جيبوتي بكل سهولة تامة 6-0. منتخبا مصر وبوركينا فاسو يلتقيان في بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 9 سبتمبر بداية من الساعة 5 بتوقيت مصر، 2 بتوقيت العالمي. منتخب بوركينا فاسو صاحب 14 نقطة يستقبل مصر صاحبة 19 نقطة. مصر في حالة الفوز ستضمن التأهل رسميا للمونديال. في حالة التعادل مصر ستبقى مؤجلة إلى الجولة التاسعة. في حالة انهزام مصر الأمور تؤجل إلى الجولة الأخيرة. في المجموعة الثانية، واحدة من أصعب هذه المجموعات، منتخب الكونغو الديمقراطية العائد بفوز يعزز صدارته ب16 نقطة. السنغال التي حسمت القمة أمام قمة الوصافة أمام السودان انفردت بالمركز الثاني ب15 نقطة، والسودان في المركز الثالث ب12 نقطة. مباراة الثلاثاء 9 سبتمبر ستكون هناك مباراة مفصلية، ويمكن بأنها القول بأنها بنسبة كبيرة ستكون مباراة التأهل، حيث بملعب الشهداء بكينشاسا في الكونغو الديمقراطية. منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب 16 نقطة يستقبل السنغال صاحب 15 نقطة. السنغال التي لم تنهزم لحد الآن ب4 انتصارات و3 تعادلات، بينما كونغو الديمقراطية بهزيمة واحدة كانت أمام السودان. إذا مباراة الكونغو الديمقراطية السنغال يوم الثلاثاء على الساعة 5 جديرة بالمتابعة. في نفس اليوم وفي نفس التوقيت منتخب السودان يحل ضيفا على الطوغو، ويأمل بانتهاء الكونغو الديمقراطية بالسنغال وعودته ب3 نقاط وانتظار الجولتين الأخيرتين. في المجموعة الثالثة منتخب جنوب إفريقيا موجود في الصدارة ب16 نقطة وبفارق 5 نقاط
كاملة عن البنين صاحب المركز الثاني، ثم رواندا ب8 نقاط في الثالث، ونيجيريا ب7 نقاط في المركز الرابع. مرتبة غير منتظرة لنيجيريا، ولو أنها بحوزتها مباراة ستلعبها هذا السبت، يعني اليوم بعد إجراء هذا الفيديو قلت نيجيريا ستستقبل رواندا. نيجيريا ستحل ضيفة يوم الثلاثاء في مباراة قوية على منتخب جنوب إفريقيا. في حالة فوز نيجيريا اليوم ستصبح ب10 نقاط، وتحل ضيفة على جنوب إفريقيا صاحبة 16 نقطة يوم الثلاثاء بداية من الساعة 5. منتخب جنوب إفريقيا في حالة فوزه سيخطو خطوة عملاقة نحو التأهل للمونديال. في نفس المجموعة وفي نفس اليوم الوصيف البنين يستقبل ليزوتو على الساعة 8. المجموعة الرابعة أيضا واحدة من المجموعات القوية والمثيرة، يتصدرها منتخب الرأس الأخضر ب16 نقطة، متقدما على الكاميرون صاحبة 15 نقطة، ثم ليبيا صاحبة 11 نقطة. ليبيا العائدة بفوز ثمين في الجولة الماضية من أنغولا، لكن تبدو مهمتها صعبة بما أنها تتأخر ب5 نقاط عن الرأس الأخضر و4 عن الكاميرون. هي تتمنى تعادل بين الرأس الأخضر والكاميرون. قلت مباراة الجولة ستكون أيضا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر في الرأس الأخضر، الملعب الوطني بالرأس الأخضر، بين الرأس الأخضر والكاميرون على الساعة 5، وهي أيضا مباراة تدعو للمتابعة. الرأس الأخضر ب16 نقطة، الكاميرون ب15 نقطة. فوز الرأس الأخضر سيقربها جدا من أول تأهل تاريخي لكأس العالم. سننتظر. بينما منتخب ليبيا سيلعب يوم الاثنين 8 سبتمبر على الساعة 9 بتوقيت ليبيا، سيستقبل إسواتيني الضعيفة. في المجموعة الخامسة المنتخب المغربي حسم الأمور وتأهل، وكان بالمناسبة أول منتخب إفريقي وثاني منتخب عربي يتأهل لنهائيات كأس العالم بعد فوزه السهل والمنتظر على منتخب النيجر. المنتخب المغربي سيكون في مهمة تأدية مهام فقط عندما يحل ضيفا يوم الاثنين على الساعة 2 بتوقيت المغرب، عندما يحل ضيفا على منتخب زامبيا في العاصمة الزامبيا لوزاكا. هذا فيما يخص المجموعة الخامسة. المجموعة السادسة أيضا من أكثر المجموعات تشويقا، حيث الرائد كوت ديفوار فاز بصعوبة بهدف مقابل 0 ووصل في الصدارة ب19 نقطة، متبوعا بالغابون ب18 نقطة. منتخب الغابون سيستقبل يوم الثلاثاء 9 سبتمبر على الساعة 8 بملعب فرانسفيل، سيستقبل منتخب كوت ديفوار. إذن الغابون 18 نقطة تستقبل كوت ديفوار ب19 نقطة. الفائز منهما يضع خطوة كبيرة نحو التأهل للمونديال. الغابون في حالة التأهل سيكون أيضا تأهل تاريخي. كوت ديفوار معتادة على التأهل وتبحث على الأقل على العودة بنتيجة التعادل، خاصة لأنها لم تتلقى أي هدف لحد الآن في هذه التصفيات. الآن نصل إلى المجموعة السابعة الخاصة بمجموعة الجزائر. المنتخب الجزائري والفائز بصعوبة على بوتسوانا ب3-1 يتواجد في صدارة هذه المجموعة ب18 نقطة، متبوع بأوغندا الفائزة كما قلنا على موزمبيق بنتيجة كبيرة 4-0. أوغندا في المركز الثاني ب12 نقطة، الجزائر في المركز الثالث ب12 نقطة. بينما المنتخب الذي كان ينتظر قبل بداية التصفيات أن يكون منافسا قوي للجزائر هو منتخب غينيا، يتواجد في المركز الرابع ب10 نقاط، وحظوظه تكاد اضمحلت. الجزائر ستحل ضيفة على غينيا بملعب الدار البيضاء، ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الاثنين بداية من الساعة 5 بتوقيت الجزائر. في نفس اليوم ونفس التوقيت أوغندا ستستقبل الصومال، وفي نفس اليوم على الساعة 2 بتوقيت الجزائر الموزمبيق تستقبل بوتسوانا. الجزائر في حالة فوزها وتعثر أوغندا ستتأهل رسميا للمونديال، لكن تعثر أوغندا أمام الصومال يعني غير منتظر. إذا الجزائر موعد تأهلها رسمي للمونديال سيكون بإذن الله في المباراة أمام الصومال في الجولة 9. في المجموعة 8 المنتخب التونسي ب19 نقطة في المركز الأول، بعدما عزز صدارته بالفوز على ليبيريا ب3 نظيفة. بينما منتخب ناميبيا الوصيف
اكتفى عفوا انهزم، انقاد للهزيمة في ملعبه أمام منتخب مالاوي بهدفان لهدف، وبقي في المركز الثاني ب 12 نقطة، وغينيا الاستوائية ب10 نقاط في المركز الثالث. غينيا الاستوائية التي كان يرشحها الجميع لمنافسة تونس في هذه المجموعة، لكن قرر الفيفا بسحب 6 نقاط من رصيدها. أخلط الأمور غينيا الاستوائية ستستقبل يوم الاثنين 8 سبتمبر على الساعة 2 بتوقيت تونس، ستستقبل تونس في حالة الفوز في هذه المباراة ستصعد رسميا للمونديال، في حالة نتيجة أخرى ستنتظر الجولة التاسعة. المجموعة التاسعة والأخيرة منتخب غانا كما قلنا اكتفى بتعادل مخيب في تشاد بهدف لهدف، ورغم ذلك هو في الصدارة ب 16 نقطة، متبوع بمدغشقر في المركز الثاني ب 13 نقطة، مفاجأة غير منتظرة. ثم مالي ب 12 نقطة الذي عاد في الجولات الأخيرة، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على جزر القمر بثلاثية نظيفة. جزر القمر التي تراجعت للمركز الرابع ب 12 نقطة. هذه الجولة الثامنة ستعرف مباراة القمة في أكرا بين منتخبي غانا ومالي. منتخب غانا في حالة فوزه سيخطو خطوة كبيرة نحو المونديال، والمباراة ستكون على الساعة 7 بتوقيت العالمي، 8 بتوقيت المغرب، وأيضا هي مباراة جديرة بالمتابعة. هذا الاثنين مدغشقر في نفس اليوم الاثنين ستستقبل منتخب تشاد بداية من الساعة 5، مرشحة للظفر ب3 نقاط. الجولة هذه هي الجولة الثامنة، ستبتدأ بيوم الأحد يعني غدا، مباراة الأحد بين إفريقيا الوسطى وجنوب وجزر القمر على الساعة 5. ستلعب بالمغرب مباراة مدغشقر وتشاد أيضا ستلعب بالمغرب. إذن كما شاهدتم الجولة الثامنة يمكن أن نسميها بالجولة المفصلية الحاسمة، فيها عديد المباريات القوية المهمة الجديرة بالذكر. أعيد أبرز هذه المباريات: هناك مباراة كوت ديفوار في الجابون، مباراة الرأس الأخضر عندما يستقبل الكاميرون، منتخب مصر في السيراليون، الجزائر في المغرب أمام غينيا كوناكري. إذن مباريات قد تعطي لنا ملامح أكثر وقد تعطي لنا متأهلين جدد، ندعوكم لمتابعة مباريات هذه الجولة، مباريات في القمة. لنا عودة لحوصلة هذه المباريات بعد نهايتها، بالتوفيق للمنتخبات العربية في ضمان تأشيرة التأهل والتواجد في المونديال القادم. شكرا لكم على المتابعة، عفوا على الإطالة لأن الموضوع يتطلب ذلك. دمتم أوفياء. لا تنسوا أيضا الاشتراك في قناتنا، تفعيل زر الجرس. سؤالنا لكم: من سيحسم هذه المباريات القمم؟ من هي المنتخبات التسعة التي تتوقعون تأهلها وتواجدها في المونديال القادم؟ اتركوا لنا ذلك في خانة التعليقات. دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.